السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده فطاير سهله جدا وبسيطه وتطلع معاكي ناجحه ومقادير سهله. معايا هنا كيلو من الدقيق، ومعايا هنا نص كوبايه سمنه على زبده، ومعايا معلقتين كده كبار من السكر، ومعايا معلقه بيكنج باودر، ومعايا معلقه كبيره كده خميره، ومعايا نص معلقه صغيره رشه من الملح، نص معلقه صغيره ملح يعني او رشه من الملح، ومعايا لبن للعجن. هبتدي احط كله كده على بعضه واديله تقليبه. ماشي المكونات الجافه كلها على بعضها، وبعدين كده بحط الزبده، ده زبده على سمنه. عايزه تخليها زبده كلها ماشي، عايزه تخليها زيت قصدي زبده وزيت، عايزه تخليها برضو زبده على سمنه او زيت وسمنه او زبده وسمنه ماشي. ابتدي كده حطيت الزبده على السمنه، وبعد كده خليت شويه كده في الاخر عشان الم بهم العجين، ومعايا لبن للعجن ماشي. هبتدي بايديا بقى كده عشان العجن طبعا عاوز الايدين. ماشي هبتدي بقى اخد المواد الجافه دي كده على السمنه والزيت اللي انا حطيتهم، وافركهم كده ببعض كويس. وبعد كده هعجنهم باللبن. عايزه اللبن ده تعمليه بميه، تعجني بميه مفيش مشكله عادي. بس يعني اللبن بيديله طعم حلو وبيديله طراوه قيمه غذائيه مفيش خلاص. هبتدي بقى حطيت كده انا اللبن، وهبتدي اعجن كده كله مع بعضه كويس. ماشي هتنعجن فيه لغاية لما يعني يديني ولا عجينة يابسة جامد ولا عجينة طرية، يعني طرية جامد، عجينة متوسطة. هبتدي بقى اعجن كله كده مع بعضه. لازم أنا عشان تطلعها عجينة كويسة لازم تعجني كويس فيها، عشان في الاخر اما تيجي تفرديها تتفرد معاك كويس. هبتدي بقى اعجن كده، تنعجن فيها كويس لغاية لما تسيب الطبق تبقى هي كده اتعجنت كويس. شوية بقى اللي كانوا في الكوباية ده، اللي انا خليتهم يعني عشان خاطر الم بيهم العجينة في الاخر. هبتدي بقى اعجن كويس. فطاير سهلة وبسيطة وناجحة ان شاء الله. جميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. هبتدي بقى نعجن كويس يعني. اي بنوتة مبتدئة ممكن تعملها. ماشي. العجينة لازم تدي معاكي كده كده تعمليها تبقى زي الاستيك كده، دي تريحك في الفرد. كل ما تعجني فيها كويس كل ما تيجي تفرديها وتقطعيها تبقى معاكي كويسة يعني في الفرد ومش تغلبك وكده. هبتدي اعجن برضو، اعجن فيها كويس جدا لغاية لما شوية اللي انا حطيتهم في الاخر الزبدة على السمنة دولت يختفوا معايا يعني. يبقى كده خلاص، وهبتدي الم فيها. اي بنوتة لسه مبتدئة ممكن تجرب الطريقة ديت وهتظبط معاها ان شاء الله. بس كده خلاص. هبتدي بقى كده لما تسيب من الحاجة اللي انت بتعجني فيها، تسيبي كده العجينة منها، تعرفي خلاص كده العجينة اتعجنت كويس، وتتك عليها كده تكون سهلة يعني معاكي. ماشي خلاص كده بقى خلاص هسيبها تخمر نص ساعة. وبعد كده خلاص خمرت، لازم تخمر جامد كده خلاص. ابتدي بقى اشكلها او اقطعها. جبت صينيه دهنتها كده مسحه كده من الزيت، وهبتدي كور كده ولا كبيره جامد ولا متوسطه، علشان خاطر انا هفردها. والحجم اللي انت تحبيه يعني الحاجه ترجعلك انت. هبتدي بقى اقطع كده. حبيت اشارك معاكم اليوم واوريكم يعني اليوم بتاعي ماشي ازاي كده. وعلى فكرة والله العجينة ديت نتيجتها حلوة جدا. ممكن تعملي منها الفينو، ممكن تعملي منها القرص اللي هي بالسكر بتاعة الافران. انا العجينة دي معتمداها، بعمل بها كل حاجة. هشة ممكن تعملي بقى بيتزا حلوة ناجحة برضك معاكي. ممكن تعملي منها حواوشي برضك، عجينة الحواوشي. عجينة بصي بقى اسمها عجينة ال10 دقايق. في 10 دقايق كده تكون خلصتيها، ومقاديرها سهلة وبسيطة وفي كل بيت يعني. ممكن اللبن ده تعمليه بمية، تعجنيه بمية عادي مش شرط يعني. هبتدي اكور فيها كده.
هي الكمية ديت عملت معايا كتير، هتشوفي في الاخر عملت قد ايه. بس كده عملت اول صينية، هجيب الصينية التانية وابتدي برضو اشكل فيها. هي حاجات سهلة وبسيطة وكله يعني يقدر يعملها، مفيهاش اي مشاكل. هبتدي بقى اقطعها كده، اقطعها اشكلها برضو اللي تحبيه، تقطعي صغير تقطعي كبير اللي يجي عليك انتي. بس كده خلاص ابتديت اقطعها، اسيبها بقى تستريح، مش هشتغل فيها كده على طول، لازم تستريح 10 دقايق كمان. بعدين كده جبت بقى الخامة دي، انا غسلها كويس ومعقماها ونضيفة. هبتدي بقى اقطع عليها. على فكرة الرخامة جميلة جدا في التقطيع، الحاجات اللي زي دي تسهل معاكي. مسحت كده مسحة صغيرة بس من الزيت، وهبتدي ايه افرد بقى كده الفرد، ولا هي تبقى برضو رقيقة جامد ولا تبقى سميكة، يعني ايه حلوة معاكي كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. احلى فرد للعجين يعني اما تيجي تفرد عليه الرخام، بيساعد جدا معاكي في الفرد ويطلع الحاجة معاكي مظبوطة. ابتديت بقى كده خلاص، هبتدي اقطع الاطراف دي، مش برميها، بكون يعني منها كده، وبعد كده بعملها كرة تاني. اللي برضو التقطيعة دي بتحب الفطيرة معاكي صغيرة كبيرة، اللي تحبي وسط، انا عاملاها وسط، ولا كبيرة جامد ولا صغيرة. هبتدي بقى الف كده، مش الفها كده واقفلها كده من الاطراف عشان ما تفكش معايا. بس كده هعمل معاكم كمان واحدة اهوت. اسهل فطاير ممكن تعمليها، والعجينة جميلة جدا، هتشوفوا النتيجة في الاخر. ممكن تستعملي لبن بودرة بدل اللبن الحليب. هعمل دي كمان. انا ما قدرتش من العجينه جامد، ما قطعتش منها كتير، يا دوبك قطعت الاطراف. انت لما تيجي تفرديها سويها بس في الفرد وهتطلع معاكي مظبوطه اهي، مظبوطه اهي. بس كده بقى خلاص، حطيتها في صواني وحطيت في سجان كمان غير الصواني ديت، وهي كده اختمرت اهي، تتضاعف كده في الحجم. انا كنت حاطه صواني في الفرن يعني سجان وايه، وديت كده كانت الصينيتين دولت في الاخر. الصاج الكبير اهوت، حطيتها على نار متوسطه، ولا عاليه جامد ولا هاديه جامد، يعني متوسطه. عشان لو عاليه جامد من جوه هتبقى عجين، ولو واطيه جامد هتنشف معاكي. حطيتها كده تحت اهيت، اخدت وش على فكره وهي كده، ولو حابه تديها كمان وش كمان حطها تحت الشوايه ما يكملش دقيقتين اتنين. بس كده خلاص هي خرج اهيت. اسيبها بقى ايه تهدى كده، ماشي. او ممكن تغطيها بفوطه، او ممكن تبخخها كده بميه، بس لا انت سيبيها وهي ايه هتطرى معاكي، او غطيها بفوطه، فوطه مطبخ. بس بعد كده بقى الكميه كلها هي تشوفوا طلعت كميه جميله جدا. كميه يعني مش اي حاجه، من كيلو او كيلو ونص دقيق هتعمل الكميه ديت. انا عملت كده شويه بالشوكولاته وحطيت عليهم بشر زي اللي بنجيبها من الافران يعني، وشويه كده ساده. ماشي، دي بقى تنفع فطار الصبح مع كوبايه لبن جميله جدا. مع كوبايه شاي برضو يمشي. كمية من كيلو ونص دقيق او من كيلو دقيق طلع لك الكمية دي كلها، وعلى فكرة ناجحة جدا. انا عملت شوية كده وعملت شوية بالشوكولاتة حطيت عليهم بشر. بصي بقى زي اللي انت بتجيبها من الفرن بالظبط. شوفي جميلة ازاي. بس انا حبيت بقى اشارك معاكم اليوم بتاعي ويوريكم يعني ان العجينة كويسة. يعني العجينة حلوة، شوفوا هشة قطنية جدا، شوفوا من جوه عاملة ازاي، كيكة كده، كيكة تعتبر كيكة. شوفوا جميلة جدا زي اللي احنا بنجيبوها من الافران بالظبط، اسفنجية هشة. شوفوا اهي. بس كده خلاص الفيديو بتاعي خلص. عملت اوريكم كمان التانية اهيت، بس سيب الشوكولاتة تجمد عليها شوية، كانت لسه يعني الشوكولاتة سخنة عليها وكده، بس انا كنت بصور عشان انهي الفيديو. بس كده خلاص، يا رب الفيديو يكون عجبكم.
ومع السلامة.